هسألك سؤال وجاوبني بصراحة. اتفضل. هل كنتوا عارفين إن اللوائح بتقول إذا حصلت على إنذارات فكرة اللعب النظيف ممكن تخرج؟ كنت عارف؟ طبعا عارفين. كنتوا عارفين؟ طبعا. وقعتوا في الخطأ ده؟ ما هو وقعنا في الخطأ ده ليه يا ابراهيم؟ انا رايح اكسب مباراة لو كسبتها 1-0 اتأهل بغض النظر عن الانذارات، لو كسبتها 2-0 اتأهل، لو كسبتها 2-1 نخش في حسبة بيرما. ما اعرفش نيوزيلندا عملت ايه. كان في خطأ في التفسير بس شوية. طيب ما هو اذا هقول لك الخطأ في التفسير كان عبارة عن ايه؟ اذا تساوى اكتر من فرقتين في عدد النقاط وعدد الاهداف يتم حذف الفرق بالكروت واللعب النظيف. وبالتالي احنا الخطأ حتى بتوع الفيفا نفسهم، احنا فضلنا في الملعب لاعبتنا بتحتفل واحنا لسه عايزين حد يخطرنا بعد حسبة بيرما دي الانذارات. نيوزيلندا خسرت 3، فكان في خطأ في اللائحة. احنا ما فهمناهوش ان احنا ما تساويناش في ال3، احنا تساوينا في ال2، لان نيوزيلندا خرجت بره السباق خالص لانها خسرت من اليابان 3، فخرجت بره سباق المنافسه بال2، فاصبحت المنافسه ثنائيه هنا ما بيني وما بين شيلي. نيوزيلندا ما بقتش في اللعبه. حضرتك قلت لي دلوقتي حالا ان انتوا كنتوا عارفين انه لائحه البطاقات الصفراء هتطبق واللعب النظيف هيطبق عليكم، وبالتالي حدد مين اللي داخل واللي خارج. طب ازاي الجهاز الاداري وحضراتكم كنتوا بتفرحوا مع اللعيبه بعد المباراه؟ ما حدش. انا واحد من الناس خلص الماتش قعدت على الدكه قلت لهم انا عايز حد يقول لي الحسبه ايه، لان انا لحد دلوقتي انا شفت ازاي المشهد ان كل مصر بتكتب بتبارك لمنتخب وبعديها طلعنا لا 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 انتوا مش فاهمين اللائحه. فمنين احنا كنا عارفين اللائحه؟ ايوه احنا ومنين اللعيبه كانت بتحتفل؟ احنا عارف. هل ده مشهد ما هو حسبه الانذارات يا ابراهيم انت بتبقى عارف الحسبه حسبه وقتيه. شيلي خدت كام انذار في المباراه دي؟ خدت انذارين. كانت جايه بكام انذار؟ كانت جايه ب3. الحسبه خدت منهم وقت، لكن هو اللعيب في الملعب هو عمل اللي عليه. انا كسبت الفرقه في وسط جمهورها ووسط، فهو عمل اللي عليه، فبيفرح من المكسب مش بيفرح للتأهل او ما تأهلناش. لكن الحسبه احنا قعدنا ساعه ومصر قفلت على ان احنا تأهلنا. ده حتى الحسبه احنا هناك كنا في الملعب يعني احنا تاني ولا تالت؟ لا تالت دي احنا كنا بنتكلم في ان احنا تاني عشان هنروح نلاعب مش عارف مين في حته تانيه، بندور على حسبه تانيه خالص. لكن هي لائحه يعني لو تسالني لا انا اسف، اللائحه ظالمه. لا انا اكسب مواجهه مباشره وانت تقول لي اصل انت اتطرد من عندك لعيب فهو يخش وانت ما تخشش، امال انا اكسب ازاي؟ ما انا لازم اكون فايت عشان اكسب. مش هحسبها بقى مين خد انذار ومين ما خدش انذار. يعني انا ما اقدرش اقول للعيب ما تشيل رجلك بقى عشان يبقى اخوفه. عمر سيد معوض جناح الاهلي، محمد سيد لاعب وسط الزمالك، 2 لعيبه مميزين جدا جدا جدا. ما شاركوش معاك في المونديال غير 29 دقيقه لعبهم عمر سيد معوض. نعم. ومحمد سيد واحد من اللاعبين المميزين جدا في نادي الزمالك، والزمالك يسعى لتجديد تعاقده والكلام اللي احنا سامعينه ده كله. شارك معاك 53 دقيقه. رؤيتك الفنيه في ايه؟ رؤيتي الفنيه ان ده التوقيتات اللي هم خدوها هي التوقيتات المناسبه ليهم بس. لكن في قصه النهارده مثلا تيبو جبريال ده كان ماشي بشكل كويس جدا. ماشي. سليم طلب ده احنا بنقدمه له الكره المصريه كمحترف وخد فترات كويسه بيشتغل بشكل كويس. على فكره محمد السيد لما نزل في كل المباريات اللي هو لعبها كان شكله حلو يعني شكله كويس. خد بالك كان عندي ورق كنت طمعان في ان انا اوصل. فكان عندي ورق لسه بحالته سليم زي عمر سيد معوض اللي انت بتتكلم فيه، زي انا كنت شايل. مقتنع بعمر سيد معوض؟ طبعا لعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي 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 قوي، بس هيتظلم. ليه؟ لانه مش هيلعب درجه اولى دلوقتي، فهيرجع تاني لقطاع الشباب والناشئين والملاعب والامكانيات وهيتاخر. وهو اوريدي متاخر لسبب الاصابه اخرته، لكن هو لعيب مميز جدا. فانا اتمنى ان هو يكون عنده فرصه للمشاركه مع نادي في الدوري الممتاز، هيتطور وهيتحسن وهو لعيب مميز جدا. طيب حضرتك بتقول انه بالمناسبه يقول لك هو ابناء العاملين وابناء الموظفين وابناء كده، عشان فانا بقول الكلمتين دول عشان هو من ابناء العاملين يعني. لا ما يفرقش معايا، يفرق معايا موهوب او لا. لا موهوب ما شاء الله. حاجه يعني لولا الاصابه ابن فلان موهوب خلاص انتهت القصه. لولا الاصابه يعني انا اقصد اقول لك كابتن حازم امام موهوب. لما الكابتن حازم امام وصل للمرحله انه اقنع الناس القصه انتهت. يعني انا عمري ما بفكر بالطريقه دي، ما بفكرش بالطريقه دي. انا اشوف لا بس نغمه الابناء والعاملين ومش عارف ايه دي نغمه برضه محسوبيه. سيد معوض ابنه لعيب كوره كبير، لعيب عشان بس الواحد برافو عليك يقفل القصه ديت. يعني انا لو شاف حاجه ثانيه غير كده انا بس هياخدوا مني ايه؟ اصل سيد بيطلع معاك في البرنامج بقى بتجاملوا بعضيكوا. مالهاش علاقه. ابن سيد معوض لعيب كبير جدا. اسالك طيب سؤال، انت دلوقتي حضرتك بتقول لي انك كنت شايل اوراق بسلوفانتها للادوار دي حقيقه ولكن التوفيق من عدمه دوت. انا
انا عايز اقول لك على حاجه يا ابراهيم، انا لعبت ثلاث مباريات، خليك بس معايا يا ابراهيم، لعبت 3 مباريات ما جاليش اصابه. اوليس بالاولى ان الورق اللي بسلوفانتو اللي انت شايفهم لعيبه كبيره ومميزين تدفع بيهم في الماتشات الصعبه الاولانيه عشان يزقوك الزقه اللي انت عايزها؟ لا، ادفع بيهم في الاوقات الصعبه اللي هي بقى تلعب ب 120 دقيقه وترجيح والكلام ده. احنا خرجنا. توفيق من عدم، وده مش انت ما بتتحكمش فيه، ما تقدرش تتحكم فيه، لكن انا لعبت 3 ماتشات بعدد. لا طب اقول لك على حاجه، ال 18 لعيب في ال3 ماتشات شاركوا. قرارك هنا بتشوف انه كان قرار صح؟ ال 18 انت حوشت لعيبه وما لعبتش بيها؟ ال 18 لعيب على مدار ال3 ماتشات شاركوا، انت بتقول لي ده لعب 29، هات لي بقى ال 18 لعيب، ال 18 لعيب في 3 ماتشات شاركوا بنسب متفاوته. لا انا اخدت من كلام حضرتك يا كابتن اسامه، انا ما جبتش كلام من عندي اللي هو انا اخدت من كلام حضرتك ايوه شلت ما هو في يا ابراهيم، هو انا هنفع لاعب ال 18 كلهم 90 دقيقه؟ لا انا مش بقول ان كلهم يشاركوا، انا بتكلم على الجزئيه اللي لسه حضرتك طارحها. أيوة. اللي هي الاستفاده الفنيه. انا ما يفرقش معايا، انت حضرتك بتقول ان هم لعيبه كبيره والاستفاده الفنيه حضرتك كنت محوشهم للادوار اللي بعد كده. طبعا احنا اصلا ما صعدناش، فلما تيجي ما بينك وبين نفسك كنت بتراجع نفسك تشوفوا القرار صح ولا غلط. لا خدوا فترات اللعب المناسبه، صعدت ما صعدتش، هم خدوا فترات اللعب. حضرتك تشوف القرار صح. انت كده كان قرارك صح ولا كان قرارك غلط؟ كان قراري صح طبعا، لان انا لو انا كنت عديت الدور ده كنت هلاعب مثلا فرقه زي المكسيك عندها قدرات بدنيه، لازم كنت انا في التوقيت ده هعمل حاجه اسمها روتيشن وادور لعيبه وهريح لعيبه من اللعب ال3 ماتشات متتاليه واخش بقى بمحمد السيد واخش بعمر سيد معوض، حسبه ثانيه خالص. حسبه مدربين اسالك سؤال بصراحه. حسبه مدربين، المدربين يعرفوه. اسالك سؤال بصراحه، اتفضل. بينك وما بين نفسك حاسس ان انت كان في قرارات كنت ممكن تاخدها احسن من كده ما خدتهاش؟ اكيد. طول الحوار ما حسيتش انه الكابتن اسامه نبيه عنده استعداد انه يقول لا انا قرار ده كان غلط؟ لا اكيد في قرارات خدتها طبعا، اكيد لما هقعد واهدى، بس مش دلوقتي يعني. انت مستفز؟ لا خالص. طب ليه حسيتك مش عايز تراجع نفسك؟ عشان لسه بقالي 48 ساعه، فلسه انا في سخونيه الاحداث. ليه مش حاسك يعني بتراجع نفسك؟ يعني هراجع نفسي. هتراجع نفسك؟ اكيد. عندك فرصه على الهوا قدام الجمهور. على الهوا اراجع نفسي في ايه بالظبط على الهوا؟ انت حضرتك ما قدمتش اي حاجه للجماهير، للشعب المصري؟ ان انا اعتذر ان انا اعتذر لا انا خد بالك ان انا اعتذرت بعد الماتش الثاني على طول. اعتذرت. لا احنا خرجنا. انا مش انا لا انت لا في حاجه اسمها اعتذار، اللي هو اعتذار عن المرحله. انا اعتذرت عن المباراه الثانيه على طول. يعني لما تخسر ثاني مباراه في المجموعه طلعت قلنا احنا بنعتذر للشعب، ما قدرناش نسعدهم. فانا مش كل مره هطلع اعتذر، يعني مش كل مرحله، مش في كل حته. لا انا ما قصدتش نتيجه الماتش، انا قصدت الخروج. احنا خلاص خرجنا، فحضرتك لم تدلي باي تصريحات وانا اتفهم انا ما نطقتش فعلا. واول مره تتكلم هل تعتذر للناس عن الخروج؟ اكيد طبعا اكيد، بس في حاجه اعتذار بفشل ولا اعتذار بعدم توفيق؟ يعني اعتذر عن الفشل انت حاجه ولا اعتذر عن عدم التوفيق؟ ما حضرتك قول اللي انت عايزه. انا بعتذر عن عدم التوفيق، لكن ما بعتذرش ان انا فشلت. ليه؟ تاني نرجع لنفس النقطه. بس كابتن اسامه حضرتك ما بتخاطبش ابراهيم فايق؟ انا بعتذر. انا بعتذر شعب مصر، مش جمهور نادي. لو شعب مصر عايز يسمع حته معينه، عايز يسمعني وانا بقول انا بعتذر عن الفشل. لا، انا بعتذر عن عدم التوفيق وعدم تاهلي للدور الثاني. قول قناعاتك يا كابتن اسامه. هو كده يملي عليك القناعات. هو كده انا بعتذر عن عدم التوفيق في التأهل للدور الثاني لأسباب عدم الحفاظ على الكروت والكلام اللي انت بلا فيه. ده انا من وجهة نظري. هو بقى في جزء كبير وقطاع كبير عايز يسمع انا اسف عشان انا فشلت، انا ما اسمعها لكش، مش هسمعها لك. انا بعتذر. انت مستفز، انا عايزك تهدى. لا انا مش مستفز والله، انا بقول لك الحقيقة اللي انا حاسسها والله. نشرب شوية مية ونروح لفاصل ونرجع. ماشي زي بعض. يلا.